رواية علي الحجار وعلاقته بالعالم الآخر والجنية العاشقة. الحلقة الأولي. بداية القصة. بتبدأ الحكاية مع علي الحجار زمان أيام ما كان لسه بيصور فيلم المغنواتي في منطقة اسمها بشالة، ودي جنب ميت غمري بشوية. وعلي الحجار بيقول إن في الفترة دي كان مبسوط جدا، والدنيا كانت ماشية تمام معاهم، مفيش أي مشاكل، وكان مع زمايله الممثلين قاعدين في بيت واحد كل يوم بيسهروا مع بعض في أوضة واحد فيهم، لحد أما في يوم من الأيام علي خلص تصوير على الساعة 2-3 بالليل كده، وبعد ما خلص ما عداش المرة دي على أوضة أي حد من زمايله، كان تعبان ومرهق من التصوير، دخل على أوضته على طول علشان يريح. وأول ما دخل وقفل الباب خد باله إن الباب بيتفتح سنة سنة وفي حد بيفتحه. علي قام من على السرير يبص مين اللي بيفتح الباب، إن مفيش حد، والباب بيتقفل تاني شوية شوية لوحده. في الأول كان فاكر إن ممكن حد من زمايله الممثلين دخل عشان يشوفه صح ولا لأ، ولما لقاه نايم قال يقفل الباب، فما حطش في دماغه وحاول ينام، وفجأة يحس إن في حد جاي وبيقعد جنبه على السرير وهو نايم. الإحساس بدأ يزيد وبدأ يحس بأنفاس حد موجودة في ظهره، يعني متأكد إن في حد قاعد مش بيتهيأله، ومن كتر الخوف ما قدرش يبص وراه وغمض عينه وكأنه مش سامع أي حاجة ولا حاسس بحاجة، ومن التعب راح في النوم. المريب إن اليوم ده حلم إن هو في علاقة مع واحدة ست، والواحدة دي مش بني آدمة عادية، لدرجة إن لما صحي أتأكد إن ده ما كانش مجرد حلم، ده كان حاسس كأن ده بيحصل بجد. ومن اللحظة دي حياة علي الحجار اتغيرت تماما واتقلبت كلها، وبدأ يحلم الأحلام دي باستمرار، وبدأ يتأكد إن في حاجة غريبة، ويضيف على كده إن حاجته الشخصية بدأت تختفي واحدة واحدة. الملابس بتاعته الداخلية وأي حاجة كان بيستخدمها ما كانش بيلاقيها. كان في الأول فاكر إن ممكن بيحطهم في مكان وينساهم أو بيهملهم والكلام ده، ولكن مع الوقت بدأت الحاجة تتسحب من إيده وتختفي مرة واحدة. ملابس الداخلية كانت في إيدي، كانت في إيدك، وأنا بقلعها في إيدي. طبعا ما لقيتهاش في إيدي. وبعد اللي قاله علي الحجار ده قطع كلامه وقال إن في حاجات كان بيمر بها صعبة جدا ما ينفعش تتحكي، ورفض يخش في تفاصيل أكتر، وقال إن هو كان بيعاني جدا مستحمل. إنما المرحلة الأصعب في حياة علي هي مرحلة الجواز. بيقول إن هو كان عنده صاحب له اسمه جورج، وكان بيحبه جدا،